قالوا لنا زمان داري على شمعتك عشان تقيد، وناس تانية قالت استعين على قضاء حوائجك بالكتمان، والقرآن بيقول لنا وأما بنعمة ربك فحدث. طيب احنا نعمل ايه؟ هي الناس بتحب البعض الخير؟ طب انت كم واحد قابلته كان انت عارف ان ظروفه احسن من ظروفك ومع ذلك هو برضو حاسدك على حاجة صغيرة جدا عندك؟ في ناس ممكن تحسد واحد على انه جاب جزمة جديدة، وواحد ممكن يحسد واحد على انه هو بينام، واحد تاني ممكن يحسد واحد تاني على انه هو مثلا ياه ده انت ما شاء الله، ده انت تحط راسك على المخدة من هنا تروح في النوم من هنا. طب انت تعرف الشخص ده بيمر بايه طول النهار؟ امتى اقدر اقول لك استعين على قضاء حوائجك بالكتمان، وامتى نقدر نقول واما بنعمة ربك فحدث؟ نعم ربنا علينا كتيرة، في كل حاجة في حياتنا في نعم. في النفس اللي احنا بنتنفسه ده نعمة، في ان انا اقدر اقعد واتكلم دي نعمة، في ان انا قادرة اشوف دي نعمة. كل حاجة في حياتنا هي نعمة، لكن في حاجات ما ينفعش ان انت تقولها. امتى ما اقولهاش؟ قبل ما الحاجة تتم. يعني انت مثلا في شركة كلمتك علشان تروح تعمل انترفيو مثلا، او رايح تعمل مقابلة علشان شغل جديد، ما تقولش ان انت رايح تعمل مقابلة، لكن بعد ما تتم المقابلة ويتم قبولك في الشركة دي قول يا جماعة انا الحمد لله تم قبولي مثلا في شركة معينة. رايح تشتري بيت جديد، مش لازم تقول ده انا بكرة رايح عشان انا متفق مع واحد عشان هيوريني البيت ده بقى حلو قوي وكبير. مش لازم تقولها بالطريقة دي، ممكن تسكت لغاية بس ما تروح تشوف المكان. عجبك المكان خلاص قول انا رحت النهارده وشفت مكان وحصل كذا وكذا وشفت كذا وممكن اشتريه. وممكن تقول بعد ما تكون خلاص اشتريته، او ممكن تقول بعد ما تكون خلاص سكنت في المكان. ممكن تقول اصل انا كنت عايز اعمل مفاجأة. هنا انت قدرت تفرق ما بين نعم ربنا اللي انت اتكلمت عنها لان انت تبهيت بان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بحاجة معينة، وفي نفس الوقت انت قدرت ان انت تخبي على الحاجة بتاعتك لغاية ما الحاجة دي تمت. ما هو انت بتقولك يعني الحديث بيقول استعين على قضاء حوائجك بالكتمان، فخلاص الحاجة دي قضيت، فانت هنا خلاص قدرت ان انت تكتم تماما السر بتاعك لحد ما الحاجة بتاعتك قضيت بأمر الله، وبعدين ابتديت تحكي عنها وتحمد ربنا وتشكره على النعمة بتاعتها. وانا عايزة اتكلم معاكم في فيديو تاني عن شوية حاجات برضو ليها علاقة بالحسد وازاي نقدر نعالجها، بس هنتكلم عليها بعدين. خلينا النهارده نقفل الفيديو ده بان احنا نقول برضو واما بنعمة ربك فحدث، لان نعم ربنا علينا كتيرة جدا جدا واحنا بنشكره عليها كلها. السلام عليكم.